السلام عليكم متابعينا الكرام، اخواني الاعزاء، دائما كما عودناكم جمهور النادي الاهلي الملك الراقي قلعة الكوس سفير الوطن، ما فينا نتجاهل هذا الشيء. كل يوم اصبح لدينا فرض يومي ان ننزل فيديو عن اخر اخبار النادي الاهلي السعودي. انت بدورك لايك واشتراك تدعمنا، وان شاء الله اخواني اصدقائي مستمرين بالاخبار الجميله. والله يشهد الله عن نتعب بالتصوير والمونتاج وبالاضافه لضغط العمل، وان شاء الله انتم كفوا وقدها ما راح تقصرون ويانا بالدعم. كله ضغطة زر اللايك ولا زر الاشتراك، وان شاء الله ما راح تكلفكم اي حاجه اخواني الاعزاء. بدايه الامر، الاهلي السعودي يتجه للاستعانه بطاقم تحكيم اجنبي في جميع مباريات هذا الموسم. اخواني الاعزاء، خطوه كويسه، خطوه جيده، لانه والله احنا اليوم ندعم المواهب المحليه، كان في التحكيم او اللاعبين او اي حاجه، لكن المصيبه هنالك اخطاء تحكيميه لا تغفر. اليوم الطاقم الاجنبي نعم فيه تكلفه عاليه، لكن انت تخسر تكلفه عاليه في سبيل انك ماذا؟ في سبيل انك تحفظ حقك، ما يكون في ظلم، ما يكون في تهاون، ما يكون اليوم قد يحسب عليك بلنتي، قد يضيع لك بلنتي، قد يلغى هدف بتاع تسلل. رغم وجود تقنيه الفار شاهدنا ظلم كبير في التحكيم اخواني الاعزاء. إذا متابعينا الكرام، أنت إيش رأيك بهذه الخطوة؟ هل أنت مع النادي الأهلي بخصوص هذا الشيء أم لا؟ أنا والله أدعمها 100%. اكتب لي رأيك في التعليقات أنت عزيزي الأهلاوي. لكن أن تتصور أيضا حقيقة إصابة عبد الإله الخيبري. تعرض اللاعب لإصابة وهناك شكوك حول مشاركته في السوبر، لكن سرعان ما نزل الخبر اليقين. عبد الإله الخيبري لديه شد عضلي، والفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من التمزق العضلي. الشكوك مستمرة حول لحاقه بمشاركته بمباراة نصف النهائي كأس السوبر أمام نادي القادسية. أخواني أصدقائي، نتأمل أنه اللاعب يكون متواجد. كذلك الأمر طمأنة للجمهور. أنا هذه الخطوة حبيتها من إدارة النادي، أنه اليوم في أخبار وفي إشاعات والجمهور من شاغل باله وتفكيره وعقله، لكن إدارة النادي نفت هذا الشيء. تنفي التقارير التي تحدثت عن اتفاق الأهلي مع أحمد الرحيلي، وتؤكد أن اللاعب ليس من خياراتها احتراما لجماهير الفريق من أجل عدم الانشغال بأخبار ما تكون فيها فائدة. كذلك الأمر اللاعب سامي أوعيسى وحديث الصحف بانضمامه إلى الأهلي. اللاعب عنده سؤال أحد الصحفيين له عن اهتمام من النادي الأهلي السعودي، يقول: أنا سعيد هنا في نادي نيميخين. إخواني أصدقائي، بالنهاية هذا قرار اللاعب. احنا يهمنا اللي يجي من أجل الشعار ومن أجل الجمهور، ما يكون آتي أنه من أجل مادة أو مال أو غير أي شيء اخواني اصدقائي. كذلك الامر اخر اخبار ميركاتو النادي الاهلي المحليه. الاهلي يتفق مع مدافع الشباب عواجي علواني مواليد 2007 بعقد لمده 3 سنوات بعد منافسه مع نيوم، والاتفاق الاهلي ظفر في هذا اللاعب. نتمنى ان شاء الله انه يكتب فيه الخير للنادي الاهلي السعودي، وانه تكون الامور جيده تسير على ما يرام. كذلك الامر حسب صحفي مختص بالكره الاسيويه، الاتحاد الاسيوي سيقتطع 600,000 دولار. والله مبلغ كبير، والله مبلغ محترم، لكن الله يعوض الأهلي أفضل منه، من جائزة الأهلي المالية للنسخة السابقة من النخبة، وذلك لدعم حملة حلم آسيا لدعم الأنشطة الإنسانية. أخواني أصدقائي الأعزاء، إن شاء الله الأمور جيدة وتسير على ما يرام. لكن اليوم في خبر مش كويس، تأكد غياب لاعبين الأهلي الأفارقة عن مواجهة الشرطة العراقي في الجولة السادسة، وحتى في الدوري سيغيبون عن عدة مباريات وجولات، لأن البطولة الأفريقية لا تلعب فترة التوقف الدولي. كذلك الأمر خلال 8 أيام فقط على ملعبنا ملعب الإنماء في 15 سبتمبر الأهلي ضد ناساف الأوزبكي في دوري الأبطال آسيا للنخبة، وبعد 4 أيام أمام الهلال في الدوري السعودي، وبعدها ب4 أيام أمام بيراميدز أو أوكلاند سيتي في كأس القارات. 90 دقيقة ستكون طويلة جدا على الخصوم، وإن شاء الله جمهور الأهلي قادر يكون سند لفريقه. لايك واشترك بالقناة، وشكرا لك صديقي.